في الفيديو اللي فات تكلمنا عن قصة فهد وميمي، والفيديو ما شاء الله وصل أكثر من 100,000 مشاهدة في أقل من 3 أيام. بس السؤال، هل بدر وفهد وميمي شافوا الفيديو؟ وايد حلو ان الواحد يبتدي صباحه في فيديو جميل جدا جدا جدا. في تفاصيل حلوة، في اسرار للي ما يعرفها. احنا نسوي فيديوهات صح، بس يوم تتشكل كلها في فيديو واحد وحد راقي مثلك يعني يتطرق لموضوعنا بشكل سلس، آه، يكون المنظر وايد أجمل بعين الشخص اللي هو المعني في الموضوع. شكرا جزيلا على هالفيديو الجميل، وشكرا على مجهودك الطيب، وشكرا لأنك دائما تنشر مقاطعنا، وهالشيء يعني لنا الكثير. يعطيك ألف عافية، وأسعدتني صراحة. يعني بداية يوم جميل جدا جدا جدا. وأنا بديت صباحي كنت أقول يا رب رزقنا، ويا رب حبنا وحب خلقك فينا. فأعتقد أن رب العالمين استجاب هذا الدعاء وبين المحبة والاهتمام في هذا الفيديو. شكرا. صراحة مش غريبة علي أن يجي لي رد من بدر بهالطريقة. شخص راقي ومؤدب وما ممكن تشوف منه غير الخير والكلام الحلو. طول عمرك ويحفظك. ممتن جدا لك، وممتن لوقتك لكل دقيقة أعطيتنا إياها وأنت تسوي هذا الفيديو الجميل، وأنا شاكر لك هالشيء. وأنا بصراحة أكون أسعد واحد لما أنزل فيديو عنه وعن عائلته، ربي يسعدهم ويسهل أمورهم. بس إيش رأيكم نسمع رد ميمي وفهودي على الفيديو؟ ميمي تعال، ها صديقنا اللي سوى الفيديو اللي تو شفتيه، ايش رايك فيه؟ حلو. صدق؟ حسبته ذكاء اصطناعي. حسبته ذكاء اصطناعي، مو اصدقاء اصطناعي، ذكاء اصطناعي اسمه. عرفتي؟ وين فهود؟ نادي فهودي. اي وايد عجبني. جبك الفيديو؟ اي ايش رايك فيه؟ فنان. فنان؟ اي بس انت شنو البارت مالك، كان حلو ولا لا؟ وايد حلو. وايد حلو. وانتي ميمي؟ حلو. حلو. بس انا احلى واحد لاني انا فيه طالع. لا 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 شنو ليش لا؟ انا احلى واحد فيكم طالع. استغفر الله. يلا اطلعوا اطلعوا لا لا. اطلعوا 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 بروحي مصدع. يلا يلا انتي سكر الباب وراك. يلا. في نهاية فيديو فهد وميمي قلت لكم إذا تحبون المقطع الجاي يكون عن أبو حاتم وزوجته، وما شاء الله ما قصرتوا في التعليقات. فيلا نبدأ الفيديو ونتعرف على أبو حاتم وزوجته ونعرف قصتهم كاملة. أنا أحب المكان اللي يجمع بين الغدير والشجر والحب والقهوة، تخيل، والسماء. حلاوة والصحن والفرشة. ابتيني من ضمن الأشياء. الزوجة إيش تبغى من زوجها؟ دريت عنها. أحسن، عندنا حليب شاي ما بتزوج عليها. طيب بيننا معرفة؟ تقريبا كذا يعني زي ما تقولون أهلي يعرفون أهلها. أبو حاتم وزوجته اسم يمكن طلع لك وانت تتصفح السوشيال ميديا، لكن السؤال اللي دايم يتكرر في التعليقات، ليش ما نشوف وجوههم وكيف انشهروا أصلا؟ هذا اللي بنعرفه في مقطع اليوم. بس خلونا نبدأ من البداية. معاكي أسماء الشهري، خريجة تاريخ وحضارة إسلامية. وش اللي تاريخ وحضارة؟ تقول تبغى تتعرف علي؟ تعرف عليك ذي ولا بتوظفك؟ أعطيه السي في والله ما بقول لي. طبعا متزوجة. ما متزوجة. طبعا زوجي شوي يرفع الضغط شوية، بس ما علي، أصبر وأتحمله. عندي أطفال الحمد لله، ساكنة بخميس مشيط، ديرتي النماص. أحاول يكون حسابي حاجة إيجابية رغم إن ما في ولا شيء إيجابي في حياتي. خلاص قفل الحساب طيب. والشيء اللي ما يعرفه كثير ناس، الناس تظنهم لسه في بداية الزواج، لكن الحقيقة اسمع، كم لنا سنة متزوجين؟ ها؟ كم لنا سنة متزوجين؟ ما نحسب. ليش؟ يقولون يجي حسد اللي يحسب. طيب اسمع، بسألك سؤال. ليلة الحين اللي قبل شوي ما بسؤال. لا، ليلة البستلك الأبيض ليش ما بكيت؟ وش اللي لبستي الأبيض دي؟ ليلة البستلك الأبيض يعني كيف يعني ثوب، يعني لبستي ثوب يوم زواجي قصدي، بس بطريقة أليسا. ولي لبست لك الشرعة خلي الأبيض. وش الأبيض دي؟ الفستان قصدم، ليلة اللي لبستلك الأبيض. أيوه طيب. ليش ما بكيت زي الأجانب؟ أنت ما تشوف الأجانب إذا شاف زوجته كذا لابسة فستان ينهار، تخيل ينهار ويبكي كذا من الفرحة. معلومة، يعرف انه مقبل على الهم والغم، ودني عند اهلي وقض لي وما اشتريت لي فستان وطلبتك فلوس وما اعطيتني وبسالك سؤال. لا يا أخي ما بكى عشان كذا. لا والله انه بكى، كويس انه بكى، ترى يقولون البكاء كويس. انا جتني صدمه ما قدرت ابكي، باقي في طيحتها لهذا الحين ذا الصدمه.
ما قدرت ابكي، ودي لو اني بكيت طيب. ذاك اليوم كان اقل شيء ارتحت. طيب تبغى نعيدها؟ نعيد ايش؟ خليني اطلع من الصدمه اللي انا فيها. طيب نحن نعيدها وخلاص وابكي ونصورها. لا اخاف تجيني انتكاسه، تراني بديت اتعالج. واللي يتساءل عن فارق العمر بينهم 5 سنوات بس، وعندهم ما شاء الله 5 أطفال الله يحفظهم. هنا واحدة من البنات تقول يا أسماء بسم الله عليك، عندك بنت بتختبر قدرات ما شاء الله، دايما أحسك صغيرة. طبعا أيوة عندي بنت. عدد كان باقي صغيرة. بنتي الحين الكبيرة طبعا أكبر عيالي في ثاني ثانوي. ما بالنسبة لي أنا العمر مجرد رقم. أيوة. أنا يعني شوفوا أنتم من مقاطعي وكذا تفكروني باقي صغيرة، أنا دايم أحسس زوجي إني باقي عروس. يعني أيوة عندي عيال وعندي مسؤوليات وكذا، بس ما عمرهم أثرت علي أنا لا في. إنه ما غرني أصلا عندما نسلف السنون. في واحدة من البنات أرسلت لي قالت لي أسماء مستحيل تنشهرين وأنت ورا الكاميرا. وهذا الشيء حير ناس كثير، كيف انشهروا بدون ما يبينوا وجوههم؟ الجواب على هالسؤال بيجي بعدين، بس الحين خلونا نرجع لقصة زواجهم. تتوقعون زواج أبو حاتم وأسماء كان تقليدي ولا عن حب؟ زواجنا كان تقليدي ولا عن حب؟ كيف يعني تقليدي؟ يعني عن طريق الأهل ولا أنا وياك كنا نعرف بعض قبل؟ ايه يقولوا هو كان زواجنا صح ولا غلط؟ ايه خلوا تقليدي، تخلونه تقليدي يعني انه قديم. لا الزواج الصح هو كذا، اللي يكون الاهل يروحون يخطبون وزي كذا. لا في بعضهم مثلا يتعرف عليها في الدوام، يكون شافها في مكان ويسولف معاها وما ادري وين. اي يشوفونهم مناسبين لبعض او لا. اذا طاب لك شيء فروح زي ما قالوا اتوا البيوت من ابوابها، روح وسلم عليهم وادخل عليهم وقول انا جيت كذا كذا كذا. اما السوالف تيه ولا مدري شو، نتعرف على بعض نشوف حنا مناسبين لبعض، هذا كذاب. هذا كذاب. طيب. وتحصل منها اشياء لا يحمد عقبها، الواحد ينتبه. طيب بالنسبه لي انا وابو حاتم لا، زواجنا تقليدي. اخت ابو حاتم اقلد شيء. اخت ابو حاتم صديقتي. ايه. فهي راحت عند ابو حاتم قالت عندي صديقه كفو. وافترحتي انت يوم خطبت فيك انا ذاك اليوم. اكيد اني بفرح زواج. انك سويتي حفله. ايوه اني بفرح. ما دام انك جبتها فخلاص انا راح اقول لكم سالفه الملكه تبعنا. خلاص. سالفه خطوبتنا. هل أبو حاتم خطبها وخلاص وافقت؟ القصة أطول من كذا بكثير. اول شيء جاء ابو حاتم خطبني وانا في اولى جامعه. ورفضت لان على اساس ابغى اكمل الدكتوراه. تمام. وبعدها رجع خطبني مره ثانيه وانا في ثالثه جامعه. كان ما في الدنيا ذي الا انا. ايوه. وبعدين عود ابوي قال له لا بعد التخرج. جاء بعد التخرج بعد خطبني مره ثالثه. عساك وافقتي. وتزوجنا، رحمناك والله العظيم. 3 مرات خطبت فيك. 3 مرات، يعني ابوي اعطاك فرصه 3 مرات للتفكير، والله ما احد اخذها زيك. تم اصلا ما علام يعني ما كان في الخميس اللي احنا وياك، بس كل ما في بيوت ولا في شيء. انا تزوجت يا جماعه بعد ما تخرجت مباشره، بعد تخرجي من الجامعه واندفنت. طبعا جبنا عيال وزي كذا، توني اطلع السنه اللي فاتت. ايوه. من القبر. وعتيتي بالدنيا زي المسيح الدجال، خلاص يخرج في اخر الزمان يعتبر بالعالم. خلاص عيالنا الحمد لله كبروا صاروا في مدارسهم، فالحين بدا شغلي انا صراحه، اكل في السياره وانبسط هاي كلي. بس قبل ما نكمل لازم نعرف شيء مهم عن أسماء. أسماء مو بس زوجة وأم ل5 أطفال، هي خريجة جامعة تخصص تاريخ وحضارة إسلامية بمرتبة الشرف. كانت تبغى تصير عالمة آثار، تنقب عن القبور وتكتشف التاريخ. طيب تتوقعون إيش ردة فعل أبو حاتم لما عرف حلمها؟ كنت اتمنى اني اكمل دراسات حتى اصير عالمه اثار. عالمة ايش؟ عالمه اثار. آثار. ايوه. ايه. اللي ينقبون عن الاثار. بحث. اللي يبحثون. إيه. يبحثون عن الاثار. إيه. طبعا ناقشت ابوي في الشيء هذا، انه يا ابوي ابغى اكمل دراستي حتى اصير عالمه اثار زي كذا، وابغى اروح مصر انقب عن القبور وكذا. رفض ابوي. حتى لو الموتى انت تبغى تصير تبحث عليهم. رفض ابوي، قال لي اساسا ما يجوز انه الحريم يدخلون القبور وزي كذا. فالغيت الفكره، يعني كانت صعبه شويه. وبعدين جاء ابو حاتم خطبني، فقال ابوي اقول روح تزوج وخلي علم الاثار يقعد على جنب. المهم خير رأيتي وشر كفيتي. بعطيك معلومة، اصبري بعطيك إيه. معلومة. سمعت أنا في التيك توك يقول لك 71% من علماء الآثار نسوان. طيب لانه علم حلو يا ابو حاتم. لا مو عشان علم حلو، بس يقول لك هم موهوبين بالفطرة في البحاث هذا. يقول لك ينبشون لك الماضي نبش، يجيبون لك أشياء أنت قد نسيتها يطلعونها لك، تاب لك 3 4 5 كذا وين برطمة، وأنت تبغى تجيب واحدة ما تقدر. زي ذاك اللي سريع في الكتابة في الواتساب، يشتمك ويشتم أهلك وجماعتك وقبيلتك وأنت باقي تكتب اسكت، تبغى تكتب اسكت. اسمع ما له دخل علم الاثار بمضاربتي انا وياك، ما لها دخل. لا والله العظيم من لكن والزي تبغى تصير تبحث على ذولا في القبور حتى لو الموتان. والله نعمي رحم ذولا تحت الارض، قال هذه تصير تبحث على المساكين ذول. شوفوا انا ممكن اقدر احقق. اذكروا محاسن موتاكم، هذه تصير تنبش عليهم. شوفوا انا ممكن اقدر احقق حلمي الحين بعد ما ابشرك انها تحقق، انت موهوبه بالفطره لا. في نبش الاثار يا ولد. شوفوا انا ممكن اقدر احقق حلمي الحين بايش؟ انه انا ادرس واخلي ابو حاتم ينقب هو اللي بحث القبور، لانه عادي هو يجوز يدخل القبور. انا اقول تغير التخصص، تصيرين باحثه
في علم البحار، هناك في صخوم الاعماق. لأنه درست خلاص. تاريخ وحضاره اسلاميه ما شاء الله تبارك الله، بمرتبه الشرف نجحت. الحمد لله. توظفت اعلانات. تتريق علي ولا ايش يعني؟ ما لا فهمت. بالعكس، وظيفه حلوه يعني، تستفيدي من التاريخ في الاعلانات. طبعا تكتبين ودي. دائما التاريخ تحت كل اعلان، تاريخ 15/10 16/10. بعد التخرج تزوجوا مباشرة، وأسماء تقول إنها بعد الزواج انقبرت، يعني من الجامعة لعيلة ومسؤوليات، وبدأت رحلة ثانية تماما، رحلة ما كانت تتوقعها أسماء وهي لسه في الجامعة. البداية ما كانت وردية كما يتوقع البعض. تقول أسماء بكل صراحة أبو حاتم أول ما تزوجوا كان شخص ثاني تماما، ما كان يسمعها، طول وقته على الجوال، ولما تنصحه أو تقول له شيء يقول لها أنت مين عشان تعلميني؟ أبو حاتم أول ما تزوجته كان نفس زواجكم، أقول له تعال من هنا يقول لي لا من هنا، أقول له هذه كذا يقول لي لا كذا، فاجي أقول له اسمع يا أبو حاتم الله يسعدك، هذا التصرف اللي أنت تصرفته ترى غلط. يقول لي أنت مين؟ أنت مين عشان تعلميني الصح من الغلط؟ والله يا بنات والله ما أكذب عليكم، فهمتوا؟ يعني نفذت مني جميع وسائل الإصلاح، إني الدبلوماسيه. أيوة إني أصلح أبو حاتم يعني وأخليه نفس فارس أحلامي اللي كنت أتمناه. تمام. فبعدها التجأت. انتم ما تاخذون الواحد زي ما هو بعدين تحولونه لفارس احلام، وانك تلقى الفارس احلام زي ما هو خلاص هذا هو. ما تاخذون الواحد تودونه صناعيه ما يصير كذا. والله أنا خذيت أبو حاتم ووديته الصناعية. طيب إيش سوت؟ هذا اللي بنشوفه الحين. فقررت إنها تلجأ لشيء ثاني تماما، وهذا واحد من أسرار علاقتهم اللي يخلي الناس يحبونه. قبل كان كذا يعني فهمتوا أنت ما تعرفين كان شيء. صمم قبل. قبل يقول أنت ما تعرفين شيء، أنت إيش دراك؟ فهمتوا؟ كان يمكن دربتك على حتى صرتي تعرفين ما تدري. لا ما دربتني، أنت الله سخرك لي، صرت تشوفني أنا التوب في كل شيء. حلو. فهمتوا؟ وإذا بتدعون بنات ما بتدعون سنة ولا سنتين ولا 3 وتقولين يا الله ربي عين مستجيب لي. أنا لي الحين 18 سنة وأنا أدعي. تخيلوا 18 سنة والحمد لله. صح باقي في أشياء كثير أبغاها تتغير في أبو حاتم، فما راح أكل ولا أمل وبظل أدعي. 18 سنة خصصتيها من الدعاء لي أنا. أيوة لك جزء. إني إيش يصير؟ إنك الله يجعلني درة في قلبك وردة في عينك. قرة في عينك. أيوة. وإن الله يجعلك زي ما أبغى أنا، وإني سخرك لي. بشري عسى الأمور زانت. الحمد لله الحمد لله أفضل من أول أفضل يعني. وكان في أبو يعني حاتم ما تحولت بالكامل. لا باقي كان يعني في صفات في أبو حاتم قبل ما كانت تعجبني. يعني 18 سنة ولا في فايدة؟ إلا في فايدة يا ربي لك الحمد. شوية يعني فيه يعني. أيوة لا الحمد لله اللي يدعي ربه ما يخيب ترى. فالحمد لله يعني. نقدر نحسب كذا بالنسبة عشان نعرف كم التعدل؟ يعني التعدل بنسبة كم؟ 70%. 70%. باقي 30. 30 هذه يبغالك على هي الصعبة هذه. أيوة. يبغالك 33 سنة كمان دعاء. إن في حرمة كبيرة عادت عجوز هي الحين. تقول لما كانت في عمري يعني يوم كانت صغيرة كانت تدعي زي كذا. ها الحين زوجها صار شايب وصارت مطيقة ما تبغى. ايوه. قالت فحسيت اني ندمت ودي انها راح تزوج ودي انها ابعد عن وجهي. فما ادري يا بنات. خبز خبزتي الربع كلي. ما تدعين طول حياتك. لكن بنزيد دعوة ان الله يجعلك طيب طول عمرك. واذا انك بتتغير علي. ايوه بدينا. الله يرحمك. كيف بدأت السالفة كلها؟ وكيف قررت أسماء تدخل السوشيال ميديا؟ أسماء تقول إنها فكرت في الموضوع، لكن أول شيء سوته إنها استأذنت من زوجها، وأبو حاتم كان رافض في البداية خوفاً على بيتهم. سمعوا قصص عن أزواج انفصلوا بسبب السوشيال ميديا. أول ما فكرت أدخل البرنامج هذا أو المجال هذا استأذنت من زوجي، وللأمانة زوجي كان رافض في البداية خوفاً إنه يتأثر بيتنا، خوفاً إنه ننفصل، يعني زي كذا لأنه سمعنا قصص زي كذا. فقلت له أنا أصلاً ما راح أصور إلا الأشياء اللي أبغاهم هم يشوفونها، الأشياء الخاصة فينا مستحيل أصورها. فوافقني ويعني حتى هو معايا في كل تصوير معايا. قبل ما أنزل المقطع كنت أوريه إياه، أخذ إذنه قبل ما أنزل أي مقطع. وبعد ما انتشرت مقاطعهم راحت لأبوها وأمها وورتهم الحساب والمشاهدات، وطلبت منهم الإذن أنها تكمل لأنها حابة توصل لمستوى الإعلانات، وأهلها وافقوا بشرط واحد. بعد ما انتشرت مقاطعنا وزي كذا رحت لأمي وأبويا وريتهم حسابي، قلت هذا حسابي وهذه مقاطعنا وهذه المشاهدات، هل تسمحوا لي أكمل في المجال هذا؟ أنا أبغى أوصل فقرة الإعلانات ودي أصير مشهورة، أو ما تسمحوا لي؟ طبعا أبوي وأمي سمحوا لي. كان من ضمن الشروط إنك ما تروحين أي مكان إلا وزوجك معاكي. قلت تم أبشر، ما طلبت شيء. من أول يوم دخلت أسماء السوشيال ميديا قررت أنها ما تبين وجهها ولا عائلتها،
مو لأنها أحد طلب منها ولا لأنها خايفة، بل قرار شخصي وتحدي أخذتها من البداية. وفي ناس تحدوهم مستحيل تنشهرون وانتم ورا الكاميرا. طيب هل نجحوا في التحدي؟ هذا اللي بنشوفه بعد شوي. من يوم دخلت السوشيال ميديا مو في بالي اطلع وجهي، اصلا ما طلعت وجه زوجي، بطلع وجهي انا. ايوه انا حابه انه الشهره تكون زي كذا، ان شهرنا خير وبركه، من شهرنا عاد كل واحد ورزقه. بعدي والله. في واحده من البنات ارسلت لي قالت لي اسماء مستحيل تنشهرين وانت ورا الكاميرا. من هي ذا البنت؟ هي مشهوره هي؟ لا تشتغل في السناب في التيك توك؟ لا تشتغل في اي شيء له علاقه بالسوشيال لا ميديا؟ متابعه لي. هذا عندها سالفه. خلاص نجرب. في ناس يصورون مناظر طبيعيه وعندهم 10 مليون متابع. لا يا ابو حاتم ولا قد طلع وجهها في يوم. والله نتكلم جد. فابدا مو في هي بالي. الحيتان كذا ودنافيل. فما هو في بالي ابدا اني اطلع وجهي انا ابدا. هذا شيء. الشيء الثاني شوفوها معاكم امانه، لو صار يوم وطلعت فيه وجهي الغوا المتابعه. هاي من ذمتي الى ذمتكم، لو طلعت وجهها انا حي ولا ميت خلاص ميت. تسوون لها الغاء متابعه تهكرون حسابها. ايوه وحطوا بلاغات على الحساب وزي كذا، بس اطلع وجهي سووا لي بلاغات وقفلوا الحساب. المتابعه. الصدق والله. لاني انا ماني حابه الشيء هذا صراحه، والله ماني حابته انه وجهي يطلع ولا انا شكلي يطلع. احنا مسوين تحدي ان ننشر بدون ما تطلع وجهنا، هذا التحدي، وان نسوي اعلانات بدون ما وفعلا هذه وصلناها كلها. يا رب لك الحمد. يعني اذا الحين صرنا بس كذا زي ما قال في قاعه الصادق. الله يوفقنا ويوفق جميع المسلمين يا رب. وهكذا بدأت رحلتهم بدون ما يبانوا، بدون استعراب، فقط بفيديوهات عفوية. ومن أكثر فيديوهاتهم اللي انتشرت، بالله ايش رايك في الكيكة؟ ما ادري وش صنعكم في الضيعات هذه؟ ايش رايك فيها؟ حلوة والله. ليش ما هي مربع زي الخلق والناس؟ كذا قلت بغير اليوم. لا تلعبون في النعمة. هي كيف تتقطع ذا؟ ما عليك انا بقطعها. كيف يعني واحد يجي ياخذ مني والثاني يجي ياخذ مني؟ ايش هذا الضيعات؟ طبعا جالي نفس اني اصلح كيكة واخذها معايا للسودة، روح نصلح لنا شاي هناك. تونا واصلين السودة، تخيلوا مطر يا اخي، كيكتي بتغرق. عليك مع الاجواء هذه حتتاكل، يعني حتتاكل. بنقدر نسوي شاي ولا ما بنقدر؟ لا كلها كذا بس واشربوا من المطر. وهذه جلستنا، بس الغريب في الموضوع ان كل شيء صار احمر. انت قاصد؟ انا؟ ايوه. قاصد ايش؟ ان الفرشة تكون حمراء والجلسة احمر عشاني مسوية كيك على شكل قلب. ايوه عشان الريمنسية وكذا. تراني افهم بالكذا. يقولون يا اسماء طلع لك مقطع انت وابو حاتم في التلفزيون. ولا لقوا الا المقطع ذي. تتوقع ان في حيوانات منه خصم كله. شوفوا هذا المقطع. اكيد هذا بر. ليه وش عرفك؟ موكلي. هي وجاب موكلي الحين في السالفه. خلنا نسمع المقطع يا ابو حاتم الله يسعدك. غابات يعني اكيد في حيوانات. يا اخي مو شرط. خلي عينك بس في الوقفه الرمسيه كذا من الرباب كذا حركات. ولون الثوب كذا مع لون الجمس مع لون ما شاء الله المنظر. ايوه طبعا التصوير كان في السود يا جماعه. لا مو شرط، عادي تقعد فاضي. ايش يعني كيف يعني حقق مع شجر؟ انا ادري. لا بس عادي لو قلت ما ادري. اسعد الله اني قلته، اسعد الله اني قلته. رومانسيتهم كلها ضحك وطقطقة ومناقرة، وبرضو فيها حب حقيقي بس على طريقتهم. طيب كيف انشهروا؟ وليش فيديوهاتهم توصل للملايين؟ أسماء بأسلوبها الذكي والدبلوماسي تخلي أبو حاتم دايم يتفاعل ويجاوب، وهي ما تستخدم أسلوب مباشر زي أبو حاتم أبغى أسألك سؤال. لا على طول تحطه في السياق. سؤال اليوم يقول لك يا أبو حاتم وخلاص، ما في مفر من السؤال. سؤال اليوم يقول لك يا ابو حاتم. هنا واحدة من البنات تقول يا اسماء طبعا وصلني تعليق يقول لك شوف التعليق هذا اللي وصلني. هنا واحدة تقول هنا في سؤال تقول بقول لك سالفة يا ابو حاتم. في واحدة من البنات هنا تقول وابو حاتم يرد ردود سريعة وذكية لدرجة ان الناس مفكرينهم يقرون سيناريو، والاجمل انهم يسمعون بعض ويعطون وقت لبعضهم في الرد. يلا شوف الساعة الحين. تصير تشوف اسمي كل ما تبغى تشوف الوقت، يعني انا وقتك كله. الحكمة من السالفة فيلم رعب، كل ما تذكرت الوقت سويت زي كذا بسم الله الساعة اني بفسخ الساعة واحطها في الغرفة. هيا قعدي انت وياها. بعتي والدتك عشان تقعدين مع زوجك 24 ساعة؟ بعتي؟ تقول اني بعت امي عشان اقعد معك. بعتوا عمتي. يعني تركتها. تزوج عليها. ايوه مبروك. طبعا احب المكان اللي يجمع بين الغدير والشجر والحب والقهوة، تخيل، والسماء والحلاوة والصحن والفرشة. حبتيني من ضمن الأشياء اللي الزوجة ايش تبغى من زوجها؟ دريت عنها والله هي نفسها ما تدري ايش تبغى.
ابديا هذا اشتبه هي من زوجها. تصدق ان هذا سبب من اسباب الجفاف العلاقه الزوجيه بين الزوجين. الكلام الكبير ذا ترى ما فهم فيها. وطبعا في تعليق ما يغيب ابدا في مقاطعهم، كل فيديو ينزلونه تلقى نفس الكلام. متى تتزوج الثانية يا ابو حاتم؟ تتوقعون ايش ردة فعل اسماء؟ هذا اللي بيشوفه الحين. بالعادة إذا نزلنا مقطع تعال شوف التعليقات، ليش ما يطلقها، ليش ما يتزوج عليها، الشرح إلا الأربع، من هذا الكلام أبغاك ترد عليها، يقهرون. ارد انا؟ أيوة. والله ما احب المشاكل ولا احب اتكلم في السياسه. لا بالله أنت رد. امسك جنيه كذا يجيك الجنه. لا مو كذا. بالله انا ما قال كذا. أيوة. يقول لا لا تسيبوا ترى تندم. أيوة. ويعني فيها قولان يعني. لا ها شفته هو عارف إنه بيندم. ايوه انا بندم. فعشان كذا وفروا تعليقاتكم لأنفسكم. يلا يا ابو حاتم خلنا نصور الصوره اللي نقهر فيها الاعداء. ايش؟ نقهر فيها الاعداء. نقهر الاعداء. ايوه. احسن، عندنا حليب شاهي. مو حليب شاهي، هذا فلات وايت. بعدين ما اقصد انا كذا، بالله عليك. اقصد انا الاعداء اللي يقولون شو اسمها يا رب يتزوج عليها، اللي يكرهوننا ويبغون نتفرق. احسن، عندنا حليب شاي ما بتزوج عليها. والله اظني شمت الاعداء فينا. هنا في واحد يقول شكلك خايف يا ابو حاتم، انت خايف مني عشان كذا لازم تسك بالثانيه. الله يسك راسه. عشان يجيك نوبات هلع على طول. هذه الثانيه نوبات هلع، تدخل في نفق مظلم، توصل لاكتئاب حاد. طيب من خاف سلم يا جماعه الخير. ايوه من خاف سلم. ايوه. فبعدين يعني خايف ومستقر، تاكل تتغدى تتعشى تروح دوامك، تروح عند اخوياك وترجع. حتى لو حددت لك يعني مثلا الساعه 1 وانت عندي الساعه 2 وانت عندي، بس اهم شيء انك طلعت. عرفت؟ ولا تكون شجاع ومشرد في ارض الله. يعني يصير عندك مصدر الخوف واحد اللي هو مرتك. اذا كنت شجاع بيصير مصدر الخوف من كل مكان، ما تدري من فين تجيك. الخوف طيب، الخوف طيب. في مرة خيروها يتزوج ابو حاتم واحدة ثانية او يموت. يقولون لو خيروك يتزوج ابو حاتم واحده ثانيه ولا يموت؟ خيروني كان انت وانا اللي بتحث لها. ايوه. يعني اتزوج انا ولا اموت انا؟ ولا اموت. يخيرونك انت؟ ايوه. ايش اختار انا؟ ليش ما يخيروني انا؟ لا هو السؤال يخيرون الزوجه. طيب ايش تختارين؟ انك تتزوج او تموت؟ ايه. والله اول شيء كلنا بنموت يا ابو حاتم. الموت حق يعني. ايوه. هذا اول شيء. ثاني شيء راح توحشنا والله. ايه. يعني اموت. لا بسم الله عليك بعيد الشر عنك. طيب بس لو فكرت احقق اخر احلامي. ايش هو؟ قبل الموت. ايش هو؟ العب جناح ايمن في ليفربول. اجل اموت انا. اجل اموت انا. يا شيخ انت ما عليك منها بس. ايش؟ هم خليها خيروني. على الله، خليها على الله كذا. وحتى في عيد زواجهم لما جاب لها ابو حاتم دبلة قالت له خلاص انت ما عاد تقدر تتزوج، 4 دبل عندي يعني 4 حريم. والله شكرا يا ابو حاتم. والله يا عفوا صراحه. صدق شكرا. اقسم بالله عفوا. الحين صار معايا 4 دبل. حلو خلاص، يعني تقدرين تدخلين اي مدينه ملاهي مجانا. بس انت خلاص ما عاد تقدر تتزوج. ايش دخل؟ لانك جبت لي 4 دبل يعني انت ماخذ 4 حريم. ولو فكرت بس انك تجيب الدبله الخامسه راح تمرض وبعدها بتموت. لا صدق. وهكذا سؤال الزوجة الثانية دايم يلاحق اسماء، وهي كل مرة تجاوب بطريقة اذكى من اللي قبلها. طيب من وين تجيب اسماء كل هالسوالف والمواضيع؟ اغلب المواضيع من يومياتها، او سوالف يرسلونها متابعين في الخاص، او اسئلة من التعليقات، او قصص تقراها من الكتب وترويها بطريقتها، سواء حقيقية او من وحي الخيال. لكن الهدف من كل ذا انها تسولف هي وزوجها وتخلق حوار بينهم، وكما قالت تحسسه انها لا زالت عروسة. هنا في واحدة من البنات تقول يا أسماء الله يسعدك ما قصرتي، علمتينا كيف نختلق أسئلة ونسولف فيها مع أزواجنا. تاخذين ذنبهم كلهم يعني ويدور الحديث بينهم. ايه. وتقول بعد ما قصرتي يعني صارت تقول قصص لزوجها حتى لو هي كذا، تقول له قصة من وحي الخيال يعني. اصلا لولا الكذاب تو الصدق، منين اجيب لك صدق من كل يوم؟ الحياه طويله ترى، ايام كثير منين اقعد اجيب لك صدق من كل يوم؟ تقول باقي حاجة واحدة ما علمتهم إياها. ايوه ماذا هي الحاجه له؟ إيش تتوقع؟ مخابطه. لا. باقي المصوت حق العصير. لا ما قد شافوه. لا تقول ما علمت. ولا ذيك حقت العجين اللي كذا. تقول ما علمتهم الرومانسية، تبغاني أعلمها كم حركة كذا رومانسية بينها هي وزوجها.
مثل من الرمنسة ايش الرمنسة؟ ما عندنا رمنسة صراحة سؤالك صعب، يعني أنا والرمنسة هذه ما ادري كذا منين ما الا نتقابل. بالروايات. أنت تاكلين الحلا لفي على طول على يد زوجك، يا لا بعدين قولي يو معليش أفكرك الحلا. خلاص هذه قديمة بايخة هذه. صدق؟ اي والله. الحركة الثانية، اسمع يا أبو حاتم، القهوة مرة. طيب عشان كذا جبنا سكر. لا ما أبغى السكر هذا. ايوه ايش تبغى؟ أبغاك تحط إصبعك في القهوة. احط اصبعي؟ أيوه. لا اصبع واحدة ما يكفي، هذه ستيفانا لازمها بيدي كلها. والله ما تحطها، والله ما عشان اعلمك. ومن أكثر الأشياء اللي تثير استغراب الناس الإعلانات. كيف يسوون إعلانات لأكبر البراندات السعودية وهم ما يبينون وجوههم؟ السر بقول لكم إياه الحين. الحقيقة أن براندات المطاعم والعبايات وغيرها صاروا يطلبونهم بالاسم، والسر أن الإعلان معهم له طريقة مختلفة عن البقية. مو بس يعرضون المنتج، يخلونه جزء من سوالفهم اليومية. تخيل في واحدة من البنات أمس تقول يا بنات لا عاد واحدة فيكم تروح الأسواق، كل القطع اللي في الأسواق خايسة. يا لهوتي يا خراشي يا خرابي. تقول اطلبوا أونلاين. تصدق في كثير من البنات يزعلون؟ أيوة، لما يشترون خبازة، الخبازة تصير تحمر الأكل من تحت ولا تحمره من فوق. يا حرام. منهم دائما يزعلون. جت على الخبازة الحين. وشطاير السعادة عندهم أنواع كثيرة من البيتزا. طبعا هذه البيتزا اللي قدامكم خضار، وبرضه بيجي الرانش والكريسبي والبيبروني. صراحة يا بنات لذيذة، ويوضح للأمانة الشغل إذا هو نظيف. شوف 200 هدية بمناسبة افتتاح وشاح سلطانة. والافتتاح إن شاء الله حيكون غدا عصر الجمعة عشان ما تضيعون المكان. عندهم عبايات إكرب لون أسود فاحم. شوفوا كيف أنا وأبو حاتم في هامورا لاند، شايفين الأجواء الجميلة، وشوفوا القمر. والله اني كنت عارف انك بتصورين القمر. شفتوا هناك القمر. السمك برد. هامورا لاند من المطاعم المميزة في الأكل البحري، مطعم ولا احلى صراحة، وبرضه مناسبة للعوائل. عندهم زي كذا جلسات مطلة وعندهم جلسات مغلقة. وطبعا بعض الناس انتقدوا أن أبو حاتم يروح مع زوجته للإعلانات، وقالوا عيب الرجل يدخل محلات نسائية. تخيل أبو حاتم وصلني التعليق هذا، تقول أحس عيب الرجال يدخل محلات النساء، مرة عبايات ومرة فساتين عرايس ومرة مخاوير. إيش المشكلة لو أعلنتي لحالك، وإذا احتجتي مساعدة الموظفات ما راح يقصرون. والله من باب الحياء فقط. من باب الحياء؟ أيوة. ايش فيه يعني؟ ما فهمت ايش فيه. هي تتكلم عن إعلاننا اليوم حق العبايات، إنه ليش يا أبو حاتم أنا قاعدة آخذك محل تعلن معايا في محل عبايات ومحل فساتين. عيب يا أبو حاتم عيب. من باب الحياء عيب اني اروح مع زوجتي. ايوه. شوفوا اليوم احنا رحنا محل عبايات نعلن له، طبعا اول ما دخلنا المحل قابلونا الموظفات، طبعا بنات، لكن اللي تواصل معانا طلبنا الاعلان من هو يا ابو حاتم؟ صاحب المحل. صاحب المحل وش هو؟ صاحب المحل بايش هو؟ رجال. الرجال. ايوه. صاحبه، قلت صاحب المحل. ايوه طبعا صاحب المحل رجال. ولما دخلنا استقبلنا صاحب المحل، راح ابو حاتم لصاحب المحل واخذ منه المعلومات. اللي هو الرجال. ايوه. ايش يبغانا نقول في الاعلان، ايش يبغانا نذكر في الاعلان. فلما احنا نروح نعلن ما ندري من يقابلنا، بنات رجال. ان كانوا بنات انا قاعد انا برا عادي ما في مشكله. ايوه، وان كانوا رجال ابو حاتم بيدخل. واساسا واحنا في الاعلان تخيلوا يمكن 5 عوائل ما شاء الله دخلوا، وكل عائله معاهم ابوهم او زوجها. الله. واختار معاها العبايه وحاسب بدالها، ما في شيء عيب. ما التفتوا حاتم كذي ولا البنات الا وانا معهم. كيف الكلام هذا؟ يعني من باب الحياة عيب اني اطلع مع زوجتي. وخاصه الاعلانات بنات، انا يعني اول شيء انا ما اقدر، ما عندي جرأة اني اطلع اروح مكان لحالي، ضروري ابو حاتم يكون معايا. من بيقابلنا ثم؟ اي ما اعرف انا صراحه. هذا شيء. الشيء الثاني لا تتعيبون او تستعيبون من شغلات ما هي بعيب اصلا. تتعيبين من ايش؟ انك تاخذين زوجك محل عبايات؟ ومع الشهرة والإعلانات يجي السؤال المعتاد، مين ياخذ الفلوس وكيف تقسمونها؟ تتوقعون الجواب 50-50؟ لا 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 يا ام حاتم، ابو حاتم هو سبب شهرتك. حلو. انت سبب شهرتي. حلو. ومشاهداتي المرتفعه. يا سلام. المفروض ان لك 70% من قيمه الاعلانات. هذه 70%. في بعدين يعني يكلمك يقول ها كيفني ابو حاتم معك. هذا شكله مو متزوج. اول شيء ونعم ما قصرت، كلامك جميل، لكنك اذا تزوجت 70% 100% 200% هذه ما تفرق. لحظه شوي يا ابو حاتم، والله العظيم انه لو يامر على عيوني يا ابو حاتم اني لا اعطيه اياها. اساسا صرفتي معاه الصدق يعني، وصرفته هو معايا. ايوه انا النقطه. والله العظيم ان صرفته هو معايا. والله زيد الاحلف انا والله العظيم ان صرفت لان هو صرفته في جواله فاعطاني انا الكرت. الحمد لله انها اعترفت. تمام. فهو ما هو ياخذ 70%، هو ياخذ 100% من قيمه الاعلانات. ايوه وترتدها هي بعدين بصرفتي. يعني دوره المياه في الطبيعه، دوره المياه في الطبيعه.
فالحمد لله يعني أنا وأبو حاتم ما كانت أبدا الفلوس مشكلة بيننا. والجميل انهم دايم يكررون الفلوس عمرها ما كانت مشكلة بينهم، لأن علاقتهم مبنية على شيء أقوى بكثير من المادة. ورغم كل الضحك والمناقرات اللي نشوفها قدام الكاميرا، إلا أن في جانب دافئ وهادي ما يطلع للناس دايم، وهذا الجانب هو اللي يخلي علاقتهم قوية. من أحلى لحظاتهم لما يقرر أبو حاتم يجمع العيلة ويطلعون للبر، رحلات عائلية بسيطة في الطبيعة، يعيشون كعائلة سعودية بسيطة، لمة عائلية ولا أروع. وهذا التوازن هو اللي مخلي بيتهم مستقر بين العمل والإعلانات من جهة، وبين بساطة الحياة والقيم الأصيلة اللي يربون عليها عيالهم من جهة ثانية. والحين بعد ما عرفنا قصتهم كاملة، زوج وزوجة عاديين يتناقرون، يضحكون، يزعلون ويتصالحون، وكل واحد فينا يشوف نفسه فيهم، أو يشوف أهله فيهم، أو يتمنى علاقته تكون مثلهم. أسماء تقول إن زوجها أعظم إنجازاتها، وأبو حاتم يرد: ما راح أتنازل عنها مهما يكون. بالنسبة لي أنا والله أبو حاتم أكبر إنجازاتي. لا أحد يقول لي ما هو بأعظم إنجاز، والله الزواج إنه أعظم إنجاز. طيب هل تستطيع أن تتخلى أو تستغني عن أم حاتم مين ام حاتم؟ اللي هي أنا، اوه اللي هي أسمى الشهري؟ آه. هل ولا ما هل؟ هو سؤال سهل صراحه، بس يبغى له تفكير شوي. مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون الله. ابدا، زي كذا يعني. شكرا. أبو حاتم وأسماء دايم يشاركون نصايح من تجربتهم. أبو حاتم يقول للشباب: الهدف من الزواج هو بناء أسرة وتربية جيل. وأسماء تقول للبنات: خليك دايما عروسة. نصايح بسيطة بس من قلب تجربة كبيرة في الزواج. اقول لكم يا جماعه الخير، صحصحوا وصححوا تفكيركم عن الزواج. ترى تفكير الزواج ما هو اني انا طفشت من العزوبيه وابغى واحده تغسل لي وتكنس لي وتطبخ لي وماني عارف ايش. ترى الهدف من الزواج هو بناء مؤسسه وتربيه جيل. ترى الزواج يا جماعه الخير انك تربي اطفال تعلمه الوضوء تاخذ اجره حتى بعد الممات، واذا جاء لها اطفال ورباهم على مثل ما ربيته عليه برضه تاخذ اجرهم، وهكذا. طبعا جوري سألتني سؤال، تقول يا ماما هل ضروري الوحدة إذا تزوجت تسوي زي كذا كشتات وتطلع وتروح وتجي وتكلف على حالها أيوة ضروري. أنا عارفة إنك تبغين الكافي وإنه تبغين تتقهوين وزي كذا، بس حتى هنا مرة حلو، شوفي قهوة شوفي حلا كلها موجودة. وأحس إن الأم أو الزوجة ضروري تكون كذا حيوية في بيتها، يعني تغير أجواء بيتها، تسوي فعاليات من فترة لفترة. مو شرط إن نكلف مثلا على الزوج، لا، تكون يعني أشياء بسيطة وبتكلفة يعني بسيطة، بحيث إنه هو ما يتأذى، وفي نفس الوقت تكونين غيرتي جو لعيالك، غيرتي جو لنفسك، انبسطتي خارج عن الكافيهات والمولات والأسواق ذي. ونصيحة بوجهها لصديقاتك اللي على نفس سنك: أول حاجة دراستكم، الصدق يعني، لا أول شيء رضا ربكم، رضا الله قبل كل شيء. والله الله في الحجاب، والله الله في الدين والكلمة الطيبة، وانتبهوا من الطرق اللي ما هي حلوة. ثاني شيء دراستكم قد ما تقدرون لازم تحصلون على الشهادة الجامعية. ثاني شيء. ثالث شيء، لو كتب ربي وتزوجتوا إن شاء الله كلكم تتزوجون، الله الله في أزواجكم، دلعوهم داروهم. أنا ما أبغى بابا يشوف المقطع هذا بس دلعوهم داروهم كذا، اهتموا عليهم، حبوهم، لأن لو داريتوهم حبيتوهم هم بعد بيبادلونكم نفس الشيء. والحين سؤالي لكم: هل كنتوا تعرفون قصتهم؟ وهل تحبون مقاطعهم؟ اكتبوا لي رأيكم في التعليقات. وفي اسم ثاني كثير منكم يسألون عنه في التعليقات، قصته مختلفة تماما، وإذا تبغون نعرف قصته كاملة اكتبوا حسوني في التعليقات، ولا تنسون اللايك والاشتراك. سلام. باركولي اليوم راح اخطب، وهسه طالعين وخابرونا وقالوا لنا تعالوا على مود نتفق على المتقدم والمتاخر. الله يرزقنا ان شاء الله. تعالوا شوفوا اشوفكم ايش حصلت اليوم. اشتريت رمان هذا لاخوي هذا قالوا وسخ، قولوا عليه وسخ. انا اليوم احكي لكم شلون تعرفت على صديقي. راح اختصرها يعني، ما اقدر اطول السالفه، يعني اختصرها سالفه. لقيت مبلغ كبير، يعني مبلغ كبير من المال، ولقيت تليفون ايفون 14. هذا لقيتهم هنا بالمقبرة لقيتهم. هل سيعيد المقتنيات لصاحبها أم سيعتبرها من نصيبه ويتصرف بها كما يشاء؟